تصوير وكذا وحركات. راح انزل اسوي اكل اليوم. حابه اسوي بيتزا لانه البارحه سويت عجينه نفشت ايه، فلذلك راح اسويها اليوم. اعطيهم الوصفه. اوكي راح اعطيكم بس مقتطفات. شرب شو اسمه مشروم. ليتس تراي. وحطيت عليها رشه بارميجان. بسم الله. هلو، شو الاخبار جايز؟ كان عندي تصوير قبل شوي خلصت، لذلك يعني حاطه ميك اب وفل ميك اب وحركات. المهم على السريع، ايش رايكم بالفيديو اللي صورته اللي نزلته الترند؟ على السريع بدي رايكم. انا عن نفسي بعطيه 100%، بعطي نفسي 100%، مليون بالمية. انتوا قد ايه بتقيموا الفيديو؟ على السريع اكتبوا لي تقييماتكم. المهم خلصت شغل تصوير وكذا وحركات. راح انزل اسوي اكل اليوم. حابه اسوي بيتزا لانه البارحه سويت عجينه طريه فلافي تجنن. فراح وتخيلوا من ما تبعت ولا وصفه، يعني هيك اشياء، حطيت اشياء من راسي وطلعت بيرفكت. فحابه اليوم اسوي فطاير وبيتزا هذول صغار وكذا. فاليوم ما رح نطلع انا وملاك، رح نضل بالبيت. البارحه طلعنا لانه تعبنا وكذا. فاليوم حيكون بيتوتي، نسوي هيك فعاليات بيتوتيه، اكل، يعني تعرفوا هذا الفايب الكوزي. حنزل اشوف وين ملاك وميرا، لانه ملاك يعني ميرا، يعني اين ملاك تقع ميرا. دائما مع بعض. وميرا ما بتخلي ملاك بحالها اصلا. هي بتسوي شعرها تكون جنبها، هي بتسوي مكياجها تكون جنبها، هي بتغير لبسها جنبها ميرا. المهم دائما مع ملاك مع ميرا. بدنا نشوفهم حتى نسوي، اني وعدتهم انه نسوي البيتزا مع بعض. المطبخ رح اسوي لكم اطيب واحلى واشهى عجينه بالعالم. تخيلوا هذا تطلع فاشله. عندك وصفه ولا لا من راسي؟ بس البارحه حسيتها انه طلعت حلوه صح؟ العجينه نفشت ايه، فلذلك رح اسويها اليوم. اعطيهم الوصفه. اوكي رح اعطيكم بس مقتطفات، روحوا شوفوا الديتيلز عن ملاك. اوكي لانه رح نسوي بيتزا وفطاير على اساس، وفي اشياء جايه، رح نسوي اشياء كثير طيبه. ظرف كامل ونحط شوي زياده، ظرف ونص. كملت الظرف 16 جرام. شو يعني؟ سو ماتش؟ لا عادي. اوكي بعدين رح احط سكر. يب العجينه بدنا نحط لها سكر لازم. اوكي بعدين بنحط ملح. متخيلين انه هي انا سويتها؟ العجينه والتوبينجز وكل شيء. كاتس شوفوا العجينه شلون كريسبي. اطيب من المطاعم جايز. شرب شو اسمه مشروم. ليتس تراي. وحطيت عليها رشه بارميجان. بسم الله.